بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتعلم مع حضراتكم إزاي نجرب موتور الغسالة الزانوس 18 خارج الغسالة. ده اللي قدامنا ده يا جماعة موتور الغسالة الزانوس 18. طبعا الموتور ده بيكون من 7 طرف. ولكن في البداية إن شاء الله بإذن الله لو حضرتك أول مرة تتابعني، أرجو من حضرتك إن أنت تتفاعل مع القناة وتدعمنا بلايك وشير علشان يصل لحضرتك كل الفيديوهات القادمة إن شاء الله. على بركة الله نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. دي طبعا الروزيتا بتاعة الموتور ال7 طرف. دي طبعا الأطراف بتاعتها، الطرف اللي لوحده ده الكومن، واللي الطرفين اللي تحت منه دول بتوع السرعة العالية، واللي تحت منهم دول اليمين والشمال، واخر طرفين تحت دول بتوع الاوفرلود. كل اللي احنا محتاجينه علشان نجرب بيه الموتور النهاردة هو المكثف اللي قدام حضراتكم ده، طالع منه طرفين. بنوصل الطرفين دول بالطرفين اللي تحت الكومن، وهنجيب كابل خارجي هنوصل طرف على الكومن، كابل زي ده كده. هنوصل طرف على الكومن اللي هو الطرف اللي لوحده في الروزيتا، والطرف التاني هنجرب بيه. هنحاول ان احنا نوصله على طرفين المكثف. طرف هيلف معانا الموتور يمين، والطرف التاني هيلف معانا الموتور عكس الاتجاه اليمين او الشمال زي ما حضراتكم هتشوفوا كده. انا طبعا بجرب على سيريا علشان اجرب برضو الامبير بتاع الموتور، وهقول لكم ازاي برضو نشوف امبير الموتور عالي ولا مظبوط. طبعا انا بجرب على السيريا. اللمبة دي 200 يا جماعة. في بداية طلوع الموتور اللمبة دي بتبقى متوهجة او اضاءتها عالية. بعد الموتور ما بياخد سرعته ويستقر، اللمبة دي بتقل تدريجيا، يكاد ان هي تكون مسرية كده. الموتور او الامبير الموتور ده بيكون مظبوط. اما لو فضلت متوهجة زي ما هي بيكون امبير الموتور ده عالي. زي ما حضراتكم شايفين كده الموتور كده بيلف سرعة عالية او سرعة العصر. انا برضو بجرب الاتجاهين زي ما حضراتكم شايفين كده. بحط طرف الفيشة مرة على المكثف من الطرف ده وبنقله على الطرف التاني علشان اشوف الامبير، وعلشان برضو اجرب الاتجاه اليمين والشمال في السرعة العالية. كل اللي احنا محتاجينه يا جماعة هو مكثف بطرفين سلك، ومحتاج فيشة زي دي كده. بوصل طرف منها على الطرف الكومن اللي هو لوحده ده، والطرف التاني بجرب بيه على المكثف. انا كده نقلت اطراف المكثف على الطرفين اللي تحت اللي هما بتوع الغسيل. زي ما حضراتكم شايفين كده الموتور بيلف في اتجاه، وهيلف دلوقتي لما ننقل على الطرف التاني في المكثف هيلف في اتجاه تاني. وانا بفضل طبعا ان احنا نجرب على سيريا علشان لو احنا مش متأكدين من سلامة الموتور او الموتور فيه مشكلة يبقى السيريا طبعا امان. يبقى زي ما قلت لحضراتكم ال7 طرف اللي معانا، الطرف اللي لوحده ده اللي هنوصل عليه طرف من الفيشة، والطرفين اللي تحت منه دول هيبقوا السرعة العالية بتاعة الموتور
والطرفين اللي تحت منهم دول هيبقوا دول اليمين والشمال في مرحلة الغسيل. وفي تحت منهم لو تلاحظوا في الروزيتا في طرفين فاضيين وفي طرفين في الآخر خالص، دول بتوع الأوفرلود، دول مش هنوصل عليهم أي توصيلات خالص. ودي كانت حلقتنا النهاردة، أرجو إن هي تكون نالت إعجابكم وتكونوا استفدتم منها، ويا ريت ما تنسوناش في الدعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.